السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة أكلة شعبية واقتصادية جدا، وتنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع فطار، ماشية معاكي في كل الأوقات، تنفع تسد برضو جوع آخر الليل، مفيش أي مشاكل. هنعمل شكشوكة. هجيب الأول كده هنضيف المادة الدهنية معلقتين كبار من الزيت ومعلقة من السمنة، وهننزل بالبصلة متقطعة كده على الايد، مش مفرومة علشان بتفرق جدا في الطعم. وبعدين اول ما البصلة هتصفر شوية او هتدبل كده شوية، هبتدي انزل بثلاث قرون من الفلفل الرومي. لو عايزاه حار حسب الرغبة يعني، زي ما تحبي ضيفي حار او بارد. هنا كده خلاص الفلفل دبل مع البصلة. ابتديت نزلت بفصين من الثوم المهروس واديتهم تشويحة كده لحد ما الروايح بتاعتهم طلعت، وما اقدرش اقول لكم بقى على الريحة كانت تحفة. لما هتجربوها هتعرفوا انا اقصد ايه. جيت كده بقى نزلت بثلاث حبات من الطماطم متقطعين كده، وهننزل بمعلقة كبيرة من الصلصة، وهنقلب وهنرفعها على النار. اول ما هتاخد يعني دقيقة كده بس تسبيكة شوية، هبتدي اضيف نص كوباية من المية، نص كوباية مية صغيرة، وهقلب تقليبة كده وهسيبها تتسبك براحتها. اول ما هتتسبك معايا هبتدي اضيف البيض على حسب. انا هنا ضفت 3 بيضات بصفرين، ضفتهم كده، وهضيف رشة فلفل اسمر علشان الزفارة، ورشة ملح، ورشة صغيرة من الكمون، وهقلب تقليبة كده، وهدي النار وهسيبها حوالي دقيقتين او 3 دقايق على نار هادية، وهتكون جاهزة معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكلها يفتح النفس وحلوة جدا. اتمنى تجربوها وبإذن الله هتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.